بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ أبو ساجد على النبي. اليوم جبت لكم زوج وصفات. الوصفة الأولى وهي ميني ساندويتش اللي كنا طيبنا الخبز تاعو في البيت، والوصفة الثانية هي خبز الشاورما مع حشو بالشاورما. الوصفة الأولى بدون دجاج وبدون لحوم. الوصفة الثانية قلت بالشاورما. كما نعرف الكل، في أي وصفة فيها مقادير فيها كيف التحضير. نروح نشوف بعضنا كيف التحضير والمقادير. نروح نشوفوا. يلا نروح نشوفوا. يلا نروحوا. إذا أحبائي، أنا اليوم عندي في ريسيبيون عندي 3 كيسان تاع فرينة، وكل وصفة عندها يعني 3 كيسان. الوصفة الأولى 3 كيسان، الوصفة الثانية 3 كيسان، يعني العجينة هي نفسها. درت كاس الأول، كاس الثاني، ونضيف كاس الثالث. هنا في ريسيبيون، وبيان سير نغربلوه. نجيبو ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، ونجيبو ملعقة صغيرة ملح هكذا. ونضيفو هنا 3 ملاعق زيت، زيت نباتي أو زيت زيتون، يعني اللي عندكم في البيت. ونحركوا النواشف كامل مع بعض، المواد الجافة هكذا بسباتيل فقط يعني. ثم راح نضيفوا لها يعني ماء يكون دافئ، الماء يكون دافئ. نحرك جيدا، والماء راح نحطه الكاس الأول. بعد ذلك راح نشوفوا واش نزيدو نكملوا من الماء. أنا جبت الكاس الأول، ولم عجينتي بسباتيول هكذا. ندخل الماء في المواد الجافة، من بعد نحي سباتيل ونخدم بيدي، لأنه العجينة نعرفوها إلا باليد، باش نشوفوا إذا كان نضيفوا الماء بكثرة أو يعني الماء نزيدو شوية. هنا حنزيد بالقطرات، نجيب نصف كاس ونصب بشوية هكذا، حوالي ملعقتين كبار، ونلم عجينتي. هنا الماء دارت معايا كاس وزوج ملاعق، كاس زوج ملاعق تاع ماء يكون دافئ. نحطوها في طاولة العمل وندلكوها حوالي دقيقة دقيقتين هكذا، باش تكون طرية وتكون ملسة. من بعد نرش طاولة العمل بالفرينة، ونحط هنا العجينة تاعي، نرشها من فوق بالفرينة، ونجيب كوبات ونقسمها، نقطعها حوالي كل قطعة تعطينا بين 80 90 غرام، يعني وعينك ميزانك. ومن بعد نكورهم كما راكم تشوفوا بعد ما وزنتهم، ونرش اللوحة تاعي بالفرينة، وكل قطعة نكورها نحطها أمام أختها هكذا. يعني العملية جد سهلة. هذا ساندويتش أو ميني ساندويتش جاء بسم الله ما شاء الله. تغدينا به، عجبنا كامل، البيت كامل عجبهم، ساجد عجبو، جاء ولا أروع، وبدون لحوم وبدون شاورما. هذا الأول راهو خالي من اللحوم. دوك تشوفوا الحشو تاعنا يعني حاجة اقتصادية. بعد ما كورتهم كامل حطيتهم يعني طلعوا، ونحكم بالوحدة ونحلها بالحلاه. درت مع شكل دائرة، ومن بعد درتهم حلابش صغار، ودرتهم في صينية رشتها بالفرينة، خمروا شوية، وجيت هنا نحل بالوحدة ونطيبهم. أنا نحلها ونخليها حوالي 5 دقائق، وروح طيبها. ندير الأولى معكم، وندير الثانية نحلها كذلك، نحلها أوفال على شكل طولي. وهنا عندي المقلاة راهي تسخن المقلاة. نكمل هذا الحربوش الثاني، ونروح نحطهم في المقلاة ونطيبهم. شوفوا هنا نقلبوهم كما نحطوهم، نقلبوهم مباشرة، يعني يبيضوا شوية نقلبوهم مباشرة، ونتركوهم يتنفخوا. شوفوا راح يتنفخوا وحدهم. نبقى نقلب فيهم يمين شمال
هكذا وندورهم، ومن بعد نخليهم يتنفخوا مليح وطيبوا شوية هكذا، يطيبوا يحمروا شوية ونحيهم من المقلاة. نروحوا الآن نحشيو ميني ساندويتش تاعنا. أنا كنت بديت حشيت يعني وحايد، أنا قصيتهم بالمقص على 2، كل وحدة ميني ساندويتش قصيتها بالمقص على 2، حطيتهم في بلاطو كما راكم تشوفوا. هنا جبت ميني ساندويتش تاعنا اللي قصيناه على 2، وعندي هنا لي صوص اللي خدمناه مع بعضنا تاع المايونيز والصوص هذا الجيريان، وعندنا صوص تاع بوفجوخ، وعندنا تاع المعدنوس، وعندنا مايونيز بدون بيض جبناه من هنا، وبدينا نحشيو فيهم هم الاولين باش الميني ساندويتش ما يجيوش شايحين. انا درت هنا الاولين بصوص الجيريان، وهذه معك بصوص الجيريان. جبت بطاطا كما راكم تشوفوا، ونحط ورقة خس، نضيف لها قطعة طماطم طازجة هكذا، وتجي ما شاء الله. انتم الحشو اعملوا واش تحبوا، ديروا شاورما، ديروا مايس، ديروا طونة، ديروا يعني مرقاز، يعني واش تحبوا انتم ديروا. انا درت هنا وصفة اقتصادية وتغديناها والحمد لله وشبعنا والبركة في القليل. جات بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ذوق صدقوني ولا اروع. بهذاك الصوص تاع مايونيز صوص الجريان ما جاتش شايحه، وجات بسم الله ما شاء الله. هنا كل قطعه كما راكم تشوفوا نحط لها شويه صوص وتجي مبلوله لداخل، ما تجيش شايحه وتجي ذوقها ولا اروع. هنا نبداو في المايونيز بدون بيض، مايونيز بدون بيض يعطتنا ذوق كذلك ولا اروع ولا اروع. تقدروا تجربوها، تقدروا تعملوها لولادكم، حتى يعني الفطور ديروها عشاء، ديروها يعني خرجة هك تاع تحويسة. مهم جربوها جربوها ان شاء الله واعطوني رايكم فيها. هنا نزيد الفريت ندخل الداخل، وندير خس تاع سلطة، وندير طماطم، وفيها بركة الحمد لله رب العالمين، وجات بسم الله ما شاء الله. بعد ذلك نروحوا نشوفوا خبز الشاورما. هي عجينة واحدة قلت، يعني عاودت عجنت عجينة أخرى نفس المكيال ودرت بها عجينة الشاورما. ونشوفوا الحشو تاع خبز شاورما أو خبز تاكوس، يعني مش كيما هذا، يعني حشو بالشاورما. نكملهم الكل ونرجعوا للوصفة الثانية. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكا، وهاب لما تصبر. هنا نكون كملت معاكم الوصفة، والوصفة راهي جاهزة بسم الله ما شاء الله، ولا أروع ولا أروع. تقدروا تجربوا الوصفة هذه وبإذن الله تنجحوا فيها. جربوها وعلى ضمانتي أنا، يعني جات ما شاء الله ذوق ولا أروع، طرية طرية بسم الله ما شاء الله. بلا ما سخنت هذاك الساندويتش، بلا ما سخنته كليناه، يعني جا روعة. إذا أحبائي خليكم مع هذه الوصفة اللي خدمناها الأولى وجات بسم الله ما شاء الله وعجبت العائلة كاملة. نروحوا الآن إلى وصفة خبز الشاورما والشاورما. هنا قلت نفس العجينة، كورتها من كريات كما راكم تشوفوا، حطيتهم في صينية رشتها بالفرينة وتركتهم 20 دقيقة. نحط الكريات تاعي كامل في صينية ونغطيهم بكيس بلاستيكي أو بابي فيلم، ونتركهم 20 دقيقة يخمروا ونرجع لهم. هنا بعد ما مرت 20 دقيقة نجيبوا فرينة ورشوا بكترة في طاولة العمل،
ونجيب هنا القراص تاعي ونحلهم مليح، نديرهم على سمك يكون رقيق، نديرهم قرص طوال، ندير خبز شاورما أو خبز تاكوس، يعني نقدر نسميه واش نحبو، المهم راهو خبز. ندير على شكل دائري ونحطها في جهة الأخرى ترتاح، نزيد نضيف كرسة أخرى، نعاود نحلها مليح كذلك، ونحطها على الجهة الأخرى ترتاح، هكذا. نكمل التالتة معاكم ونرجعوا الأولى نعاودوا نحلوها تماما. هنا رجعنا الأولى وزدت حليتها مليح، ارتحت معايا، ونجيبوا شوية فرينة كذلك ونعقب بالفرينة من فوق باش تمشيلي وتحل مليح. نجيب هنا بانسو ونحاول نحي هذيك الفرينة كامل، نحاها كامل، ونجيب صينية دائرية ونترصيها على شكل دائري، وراح نعملهم كامل هكذا على شكل دائري يجوني حجم واحد. هنا اروح نحطها فوق الطاجين تاعي اللي كان سخون، كل قرصة نخدمها، كل خبزة نخدمها نطيبها ونحطها في طرشون في كيس بلاستيك تبقى سخونة وتبقى طرية. شوفوا هنا بدأت تدير فقاعات هذوكم، نقلبها يعني ما تطيبش بزاف، يعني تطيب شوية فقط يعني ونحيوها، لأنه بعد ذلك راح تزيد تطيب مرة أخرى طاكوس هذا في طاجين هذا بعد. نعاود نقلبها، وهنا خلاص نحيوها راهي طابت، ونروحو نديرو قرص أخرى، نجيبو الفرينة ونعاودو نحلوها بعد ما ارتاحت، نحلها على شكل دائري وتكون بسمك رقيقة، يعني رقيقة ما تكونش يعني شفافة ولا تكون رقيقة، على الأقل 3 مليمتر. ونفس الشيء نشكلها على شكل دائري، ونجيب الصينية تاعي نترساها بالصينية، ونقصها بالسكين ونحطها فوق الطاجين مباشرة، وهكذا نكون كملت خبز شاورما تاعي أو خبز تاكوس. نعاود نطيبها مليح ونروحو نمارينيو الشاورما تاعنا. هنا قلت ما تطيبش مليح، يعني نطيبها شوية منا شوية منا ونحاه. خلاص هنا طابت، نحيوها. شوفوا هنا حطيناها في كيس بلاستيكي وفي هذا السيرفيات منديل كبير، شوفوا كيفاه طرية بسم الله ما شاء الله، نلويوها كيما نحبوا، شوفوا تبقى طرية ما شاء الله. بعد ذلك راح نحشيوها وتجينا سهلة سهلة ما شاء الله. هذا هو خبز الشاورما. نروحوا هنا نشوفوا الاسكالوب تاعنا او صدر دجاج. جبت هنا كركم مطارد، شوية هريسة، شوية ثوم بودرة، فلفل اسود، زنجبيل، وشوية كمون يعطينا الذوق ما شاء الله، وشوية زيت، ونحرك، وملعقة صغيرة تاع العكري هكذا نملح، ونحرك جيدا، ونتركهم حوالي نص ساعة ساعة في الثلاجة. بعد ذلك نروحوا نحطوهم في مول زجاجي وندخلهم للفرن ونخرجهم. شوفوا بعد ما طابوا من الفرن راح نحي داك المرق اللي هبط يعني من الشاورما الماء تاعو، راح نعمل به الصوص وخليه على جانب، ونجيب قطعة جبن كبيرة، جبن أبيض، وندوبها في هذاك الصوص يعطينا ذوق ما شاء الله ما شاء الله. ونجيب مقص هنا ونحاول نقطع ونقص القطع الكبار هكذا باش نقدروا طاكوس تاعنا نغلقوه. نجيبو هذيك الصوص اللي درناها بالفرماج ودرناها بالصوص تاع الشاورما، نجيبو خبز الشاورما نديرو شويه ديك الصوص اللي عملناها باش ما تجيش شايحه، وجينا ما شاء الله. نوعنا في الاول درنا مايونيز وصوص الجريان، الان جبنا الصوص اللي خدمناها هذه، ونجيب بطه مقليه كما راكم تشوفوا، ونحط كميه من الشاورما، واللي يحب يحط هنا مايس، حب يحط يعني وش يحب هو، يعني وش تحبوا انتم حطوه. جبت هنا شويه مايونيز كنت خدمتها في البيت، هذيك حطيتها في قرعه ونغلق عليها هكذا. وعندي طاجين تاع طاكوس هذاك، نروح نحطها فوق الطاجين
ونكملهم كل مع بعضنا ونرجع. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر. وهنا الطاجين طاكوسين راهو سخون، نجيبوهم ونحطوهم نطيبوهم هنا. نطيبوهم الجهة الأولى، الجهة الثانية نحط صينية فوق منهم، وإذا عندنا حاجة ثقيلة نحطوهم فوق منها باش تخرج لكم في طراس تاع طاجين هكذا، وتكون الشاورما تاعنا راهي واجبة، أو خبز شاورما أو الطاكوس تاعنا راهو واجد وجي بسم الله ما شاء الله. نطيبهم كامل هنا ونروحو نشوفو طبق تقديم تاعنا اللي جا ولا أروع ولا أروع ولا أروع. طاكوس مقرمش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهنا نحاول نطيبهم على كل جوانب هكذا، ياخدو داك الاحمرار كامل من الفوق من تحت مع الجوانب، ونروحو طبق تقديم تاعنا. هكذا نجيبو سكينة نقصو وحدة، تشوفو داك الحشو اللي جا ما شاء الله. ان شاء الله شهيدكم في الجنة، وربي يحفظكم ويبارك فيكم، ربي يثبتكم ان شاء الله. هنا يكون كملت زوج وصفات تاعي اللي جاو ولا اروع. هنا سخونة تشوفوا راني بخار خارج منها. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفة قادمة ان شاء الله، وربي يحفظكم ويثبتكم ويبارك فيكم، ونتمنى لكم كل توفيق ان شاء الله، وربي يجزيكم كل خير على التعليقات الطيبة، التعليقات الجميلة، التعليقات اللي كنت سعيد جدا بها، وكنت يعني كل ليلة نقراهم ورد عليكم. ولي ما قدرتش نرد عليه نعمل له قلب، يعني ما كانش تعليق، دائما نقولها لكم ما كانش تعليق ما قريتوش، ما كانش تعليق يبقى معلق. نتحدى اي واحد يقول تعليق تاعي راهو معلق او ما رجعتش عليه. اذا احبائي نقول لكم تصبحوا على خير، او سلام عليكم في وصفة قادمة ان شاء الله. تهلوا في رواحكم ولا تنسونا بالدعاء ان شاء الله، وقربنا على 200,000 مشترك ان شاء الله باذن الله. باذن الله من على 3 شهور باذن الله نغلقوا 200,000 مشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا رب